قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. من أين أخذ هذا؟ لأن الرسول يسأل ربه أن يهديه، ويسأل ربه أن يغنيه، ويسأل ربه أن يرزقه التقوى، ويسأل ربه أن يرزقه العفاف. قال في الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك ذلك هو الله. وفيه دليل أيضا على إبطال من تعلق بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار، كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره، أو يدعون من يزعمون أنهم أولياء، لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. من أفضل الخلق؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.